إلى أخبار. وبضيفتي في الاستوديو السيدة صالحة شتيوي وهي ناشطة سياسية ليبية. أهلا وسهلا. أبدأ هل نحن أمام إعلان دولة إسلامية في ليبيا؟ ولم لا؟ نحن اصلا في العاده نحن يعني مسلمين. انا لا افضل يعني بعض الكلمات اللي تختارها يعني الصحافه سواء كانت اجنبيه او عربيه. نحن الاسلام شيء غير جديد علينا، نحن بفطرتنا مسلمين وبعاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا ثقافه مسلمه. ولكن نحن لا نتحدث عن الدين، نتحدث عن النظام السياسي. عندما نقول دولة إسلامية نقصد الإسلام بالدين، يعني نقصد النظام السياسي الذي ينتظر أن يقوم في ليبيا. علينا نحن كليبيين، يعني والأصل نحن الشريعة متربيين بها، يعني شريعتنا هي القرآن الكريم. يعني الأستاذ المستشار عبد الجليل يعني لم يخترع حاجة جديدة، فهو قال الشريعة لأن هي المظلة الوحيدة، الكلمة الوحيدة التي سترضي جميع الليبيين، لأن نحن كشعب ليبي محافظ بعاداته وبتقاليده، يعني الكلمة الوحيدة التي تتماشى مع كل الطبقات وكل يعني تتجانس مع الليبيين هي الشريعة. طيب كان هناك حديث عن خلاف طفى إلى السطح يتعلق بشكل الدولة المقبلة، ما شكل هذا الخلاف؟ يقال أنه خلاف بين العلمانيين والإسلاميين. هناك يعني كلام يقال يشاع. أنا يعني لا أستطيع يعني نقول أني متأكدة من الكلام هذا. يشاع أن هناك يعني ستكون دولة علمانية أو دولة إسلامية، وأنا يعني نقول لك الكلمة الوحيدة اللي اختارها الأستاذ عبد الجليل. أنت ناشطة سياسية وامرأة، كيف تلقيت الحديث أو عودة الحديث عن تعدد الزوجات في ليبيا مثلا؟ والله هو تعدد الزوجات يعني حاجة، يعني إذا كان القرآن الكريم يقول بتعدد الزوجات، يعني لماذا أنا بنجي يعني عكس كلام الله؟ يعني في النهاية بكل. طيب هل سيقبل الغرب برأيك بدولة إسلامية في ليبيا؟ لا أعتقد. الغرب الذي ساعد الليبيين على تحرير بلادهم لا أعتقد يقبل، بس نحب أن نقول أن الكلمة الأولى والأخيرة سترجع للليبيين قبل كل العالم. يعني أنا قلت لك أنا حبيت يعني لأن كلمة الشريعة أنا تابعت حتى الصحافة الأوروبية شن قالت فيها، لأنهم هم مش عارفين شن هي الشريعة. يتوقعوا أن الشريعة أنها ممكن ضد حقوق المرأة أو ضد حقوق الإنسان. أيوة ضد حقوق الإنسان، بل بالعكس نحن كمسلمين نعي جيدا ما معنى كلمة يعني الشريعة. أنا بالعكس أنا الشريعة فوق راسي، بس يعني لي حدود، هناك حدود يجب يعني احترامها. يعني لماذا الغرب، ما هي هذه الحدود باختصار؟ يعني باختصار مثلا لماذا الغرب يعني ركز وشددها على كلمة تعدد الزوجات، بالرغم من أني أنا يعني أنا آنسة لست متزوجة، بس إذا كان يعني القرآن ينص بهذا النص لماذا أنا نقب إذا كان، لأن هناك شروط. تكوني زوجة ثانية أنا يعني مستقبلا أنا لازم نطبق شرع الله. إذا كان يعني الشروط اللي يقول عليها القرآن غير متوفرة فيها كزوجة صالحة، لما لا يعني لازم نقتنع. ونحن يعني أريد يعني التوضيح أكثر. يعني أنا مش أنا ضد كلمة إسلاميين، لأن نحن شعب يعني عربي مسلم، ما عندناش تعدد يعني الأديان. وصلت الفكرة سيدة صالحة شتيوي، عفوا على المقاطعة. انتهى.